الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة الكرام، إن المسلمين على إثر العبادات ينالون جوائز كبرى، ومنها هذان العيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد يهود يلعبون في يوم عيد لهم، فسألهم فقال: إن الله قد أبدلنا بهما خيرا، عيد الفطر وعيد الأضحى. فهاتان عيدان للأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية لها 3 أعياد: عيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة، وعيدان يتكرران أثناء العام وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الملاحظ أن العيدين يأتيان بعد ركن من أركان الإسلام ليتحقق فينا الفرح بنعمة الله، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. العيد الأول عيد الفطر يأتي إثر عبادة كبرى وهي ركن من أركان الإسلام، وهي صيام شهر رمضان. وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة كبرى وكذلك هي ركن من أركان الإسلام، بل هو يتخللها لتلك العبادة وهي عبادة الحج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته يوم عيد واستلقى، وكن هناك جاريات يضربن بالدف عند عائشة رضي الله عنها، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته فوجد الجواري يضربن بالدف عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهرهن، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: مهلا يا أبا بكر، دعهن، إنه عيد، إنه عيد. يقول أهل العلم: ما يعرف أبو بكر أن اليوم عيد؟ هذه ليست لتقرير أنه يوم عيد، ليست لإعلام أبي بكر أن هذا اليوم عيد، ولكن لإعلام أبي بكر أن في يوم العيد فسحة وفرجة وفرحة، فدعهن يلهون. أي اعلم يا أبا بكر أن في العيد فسحة فدعهن. لذلك ختم الحديث: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، لقد بعثت بالحنيفة السمحة. والله لولا أن الفرح مرغب فيه في العيد قلوبنا ما تفرح. كيف تفرح القلوب؟ على الأشياء التي تتطاير في بلدان الإسلام، أم على القتال والخلاف بين أبناء الإسلام، أم على الأعراض المنتهكة في السجون، أم على البلاد التي تمزقها الأيادي الاستعمارية؟ ولكننا ملتزمون أن نعصر قلوبنا وأن نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون الكرام، إن للفرح في الشريعة مقاصد، وهو باب من أبواب المباحات، والمباح قسم من أقسام الأحكام التي أتت في الشريعة، وهي قسم من أقسام 5. فما أمر الله عز وجل به إن كان جازما فهو فرض وواجب، وإن كان بصيغة غير جازمة فهو مندوب وسنة ومحبب. وما نهى عنه الله أو رسوله وما نهى عنه الشرع فإن كان بصيغة جازمة فهو حرام، وإن كان بصيغة غير جازمة فهو مكروه. وإن لم يأتي الشرع بأمر أو ترك الأمر بلا ترغيب أو ترهيب فهذا هو المباح. والمباح يا معاشر المسلمين حديقة غناء
لتأتي من ورائه الواجبات والفروض. فمن لم يأخذ فسحة في المباح لم تعنه نفسه على الإتيان بالواجبات وبالمندوبات. فالله الذي خلق أعلم بمن خلق. وروح النفس ساعة وساعة. من رحمة الله عز وجل أن جعل المباحات شرعا لنا. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله بها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام ألم يكن عليه بها وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. وللمباح فلسفة عظيمة في الإسلام. المباح إذا كان دافعا لك عن البعد عن الحرام يصبح عبادة. وأن تكف أذاك عن الناس فهو لك صدقة. وأن تكف أذاك عن الناس فهو لك صدقة. والمباح إن كان مساعدا لك على الإتيان بالمندوبات والفرائض فهو طاعة وصدقة. يا لله، العبد المسلم في فلسفة الإسلام يستطيع أن تكون أعماله أوقاته كلها أجرا وصدقات، لكن يحتاج المباح تتميز به العادة عن العبادة إلى النية. فلو نمت وتقصد أن النوم تستريح به لتقوم على عبادة يصبح نومك أجرا. وإن نويت بالطعام أن تتقوى على طاعة الله تصبح لك أجرا. وإن روحت نفسك من أجل أن تنشط للعبادة كانت لك أجرا ولو كانت في المباحات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ختاما أيها الإخوة، المباح قد يصبح مندوبا وقد يصبح فرضا وقد يصبح مكروها وقد يصبح حراما لما تعتريه من أسباب أو مقاصد. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على نفسه حرم مباحا أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ إن تحريم الحلال كتحليل الحرام. بل أقول إن كثيرا من فقهاء الأمة قد قالوا إن الذي يحرم الحلال أشد فتكا وضررا بالأمة من الذي يحل الحرام، لأن تحليل الحرام ثقيل على النفس، والحرام محصور. عندما يحله يأتي إلى المذكورات، لأن الأصل في الشريعة تضييق الحرام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما ذكر. أما البقي مباح. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالذي يحرم الحلال تستهويه بعض الأنفس التي ترى الدين بمنظارها، فكل أمر لا يسرها ولا يعجبها تقول حرام دون أن تبحث عنه. لذلك قال أهل العلم منهم سفيان وغيره: إنما الفقه الرخصة من ثقة. إنما الفقه الرخصة من ثقة، وأما التشدد فيحسنه كل أحد. وأما التشدد فيحسنه كل أحد. ما أيسر أن يقول كل امرئ منا حرام حرام حرام، بل قد يكون هذا حظوة له عند الناس، يوصف بالورع، يوصف بعدم التهاون
أو لا تخشى في الله لومة لائم لا تأخذه يحرم. أما متى يحل؟ عندما يكون فقيها، لذلك لا يتجاسر عليها إلا من كان فقيه النفس زكيها. فقيه النفس زكيها، يكون عنده الفقاهة في العلم والزكاوة في النفس، حتى لا يجنح بالمباحات إلى تحليل الحرام. نعم أيها الإخوة، إن في العيد لفسحة ولكن لا تصل إلى الحرام، فلا يجاز في العيد بحجة أن في ديننا فسحة أن ترتكب المحرمات من اختلاط فاحش، من مصافحات نساء لا تحل، ومما تعرفون مما يكثر عند بعض الناس هداهم الله، إن في ديننا فسحة لا تصل إلى الحرام. فهذا كله من فلسفة الإسلام في المباح. نسأل الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته عند مليك مقتدر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله. الحمد لله حمدا لا يبين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله أقرب إلينا من حبل الوريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأحرار والعبيد. عباد الله اتقوا الله، فإنه عن اليمين وعن الشمال قاعد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وصلوا على نبيكم كما أمركم ربكم في كتابه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، إذا انفضت خطبة الجمعة ندب لكل عبد من المسلمين أن يخالف الطريق في عودته. فعن جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف في الطريق، وفي ذلك من حكم كثيرة، منها أن يشهد الطريق للعبد، أن يخالف فيه فيشهد كل طريق بما أتى به العبد، ومنها أن يكثر من لقاء الناس حتى يسلم عليهم. نعم أيها الإخوة، وإن لنا في هذا اليوم أن نصل فيه الرحم، فهو من المندوبات المحببات. وكم من الناس من هيأ الله له في يوم العيد أن ينظر في نفسه فيصلح ما بينه وبين الله، حتى يذهب ويمد يده إلى من خاصم من أخيه أو أخته أو من قريب أو من جار، فإن لصلة الرحم بهجة وسرورا، فأكرموها في هذا اليوم. والرسالة أيها الإخوة الأخيرة، من أوجب الواجبات في صلة الرحم هي صلة الرحم ما بين المجاهدين، وصلة الرحم ما بين أهل العلم. فنسأل الله عز وجل أن يصل منا من قطع، وأن يغفر لنا ما بدا من زلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من ذنوبنا كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم استر علينا عيوبنا كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نشكرك على نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت،
فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا يا غفور، وتب علينا يا تواب. اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك في درعا وفي الشام، وانصر عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم هيئنا لأمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه عاصيك ويذل فيه أهل معاصيك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت، والخير كله إليك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انزع الشحناء والبغضاء من قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا، واسلل سخيمة قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا، وهيئنا لما تحب وترضى. اللهم هيئنا لمعالي الأمور. اللهم هيئنا لمعالي الأمور وأبعدنا عن سفاسفها يا رب العالمين. أجب دعانا يا مولانا، وصل وسلم وبارك على البشير النذير نبينا محمد، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الكرام وصحابته العظام، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.